سمكه البوري بتاعت النهارده تعتبر درجه تانية من حيث الاهميه التجاريه على مستوى العالم، لكن هنا في مصر تعتبر حاجه مميزه جدا في الدرجه الاولى، وحتى مكتوب كده في الموسوعه مش هتلاقي للسمكه دي قيمه غير في مصر. يا ترى تعرف ايه عن سمكه البوري السهليه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه البوري السهليه. بس قبل ما نبدا في محتوانا خليني اطلب منك الدعاء لاهلنا في غزه، وافكرك بالايه اللي بتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار ادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. سمكه البوري السهليه اكتر حاجه بتميزها ان حجمها صغير، طولها بيكون في حدود 15 سم، وبقها واسع، وجسمها بيضاوي، قشرها كبيره وخشنه. وفي سمكه بوري ثانيه برضو بتكون صغيره زيها، بس الفرق بينهم في الجوده والسعر فرق شاسع. تعالوا نشوف كده. اكتر حاجه بتميز السهليه طبعا ان جسمها ايه؟ بيضاوي. يعني انت لو مسكت جسمها تحس ان هو ايه؟ بيضاوي. حتى هي اسمها بالانجليزي البوري منعرج، لان جسمها ايه؟ مش واخد خطوط مستقيمه، لا واخد شكل بيضاوي. وطبعا السهليه دي من اعلى انواع البوري. تمام. طب ايه الفرق بينه وبين الجران؟ طبعا الجران هو من اقل انواع البوري، لان هو سمكه اصلا يعني غلبان على قدها. بس انت لو لاحظت الفرق بينه وبين الجران ان الجران رفيع وطويل، لكن السهليه جنبه هتلاقيها بيضاويه وسمينه ملحمه كده، او يعني تحسها ايه؟ يعني شحمه كده في نفسها. لكن الجرانه تحسها ايه؟ ماشيه على دايت بقالها فتره كبيره جدا. الفرق بينهم في السعر وفي الطعم فرق بين السماء والارض. سمكه البوري السهليه موطنها الاصلي المحيط الهندي، وانتشرت في البحر الاحمر ووصلت للبحر المتوسط عن طريق قناه السويس. احلى سهليه تاكلها هي سهليه القناه، اقصى طول مسجل ليها هو 25 سم، وكان وزنها 145 جرام. رغم ان سمكه السهليه ذات اهميه ثانويه في اي حته في العالم، لكن هنا في مصر هي مهمه جدا لدرجه بيتم استيرادها من دول مثلا زي عمان، وكمان بيتعمل منها مزارع اشهرهم بتاعه الاسماعيليه. وهي نفعت في الاستزراع لانها بتكبر نص حجمها في اول سنه من عمرها، وده يعتبر معدل نمو عالي نسبيا. لكن دلوقتي اعتقد لا بيستوردوها ولا بيستزرعوها، وده لان سعرها بقى غالي جدا. الكيلو بلدي عدى 300 جنيه، بالتالي المجمد منها هيبقى سعره قرب ال 200 جنيه، بالتالي مزارع منها سعره هيعدي 250 جنيه، فطبعا بقت غاليه جدا. غير ان في الموسم بتاعها اللي هو اواخر الخريف والشتاء شفتها مرات بسيطه. بالنسبه للصيد محدش بيستهدفها نهائي في الصيد، ولكن بتطلع في الصيد العارض اثناء استهداف انواع اخرى من البوري. بالنسبه للاكل السهليه طعمها تحفه جدا في الاكل، وملهاش حل غير الشوي. السر في طعمها ده ان قيمتها الغذائيه عاليه، نسبه البروتين فيها تقريبا 17%، والاحماض الدهنيه تقريبا 80%. طبعا ده رقم كبير جدا جدا. يا رب المحتوى كله عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.